يا الشعب الكوميدي ستاند اب كوميدي شعب مالكو كله بتخوت قاعد على البنت اللي شرحت الحجاب. ببعتوا لي ابو الديب كيش تحجب. اخوان البنت اذا غلطت هي غلطت بحق نفسها ما غلطت فيكم. مش معقول دورنا وبيوتنا صالحه لدرجه انه احنا نفرط البنت عشان نتخوت ونعمل تخويت. طب اذا هي البنت عمرها 18 19 سنه ما عندها الوعي الكامل لهيك تصرف، فلنفرض الكبير اللي عمره 25 واللي عمره 30 واللي عمره 35 وقاعد بتخوت، هل هذا الرجل واعي؟ ما هو زيه زيها. يعني اذا هو بيعتبر حاله انه هو واعي ما بتخوت ببعت مسج حلو للبنت انه الله يهديكي، والله انه انت مثلا احلى بالاشاره، ان شاء الله راح ترجعي له واحنا واثقين. خلاص معلم خلاص، انتوا بتحلفوا يمين انه البنت عمرها ما ترجع تعمل اي شيء منيح. بنت صغيره تلبست في السوشيال ميديا، طبلت، ناس ملايين بتتابعها، مش قد الحمل نفرطها. الانسان الواعي بيعرف انه هاي شو ما كانت بتمر بحاله تخبط نفسي فكري. حدا صغير بدوش اهلنا وقرايبنا وعيالنا يلبسوا الاشار وشلحوه، لبسوا الاشار وشلحوه، وبعدين انت ما تكيل بمكيالك. كم واحده لابسه اشار طالعه بجينز محجبه هيك انت مبسوط، اخوها اختك محجبه، ما بزبط الموضوع. مش بمكيالك، مش في مكيالي ومكيالك. انا كيف احنا وضعنا بالبيت بدنا نخلي الناس كلها. في ناس وضعهم بالبيت، في واحد بيمونش على اهل داره بده يمون على جماعه السوشيال ميديا، بده يمون على جد. في واحد بيمونش على بنات عمه، بده يمون على بنت طالعه على التيك توك، بده يأدبها، بده يفرطها حب. طلع حواليك راح تلاقي فيش اقل من كيلو 5000 قصه التهي فيهم. والله ما بدافع عنها، انا البنت بجوز شفتها مرتين بحياتي بس انا بحزن عليها يا زلمه. مش هيك والله العظيم، مش هيك. شو هون ترند في 100 قصه الواحد يطلع فيها ترند. اخوان مش كل واحد بيعمل اشي بده ترند ابدا ابدا ابدا. احنا في ناس فرضت عليها السوشيال ميديا وبدك تعمل اشي، في جماعه بتتابعك، بدك تضلك حوالين هاي الدائره. اذا الخبر طلع لبرا معناته الناس كثير قلقانه فيك، والناس اللي بتتخوت وبتحكي عن الموضوع ترند نفسها تكون باي قصه ميته على موضوع الشهره، ميته على موضوع انه هو اللي يطلع ترند. ف عادي يا اخوان، ابعتوا للبنت كلمه حلوه، احكوا لها الله يهديكي، كل عام وانت بخير معلم. صغيره يا رجل والله صغيره، بالغه عاقله راشده. واحد بقول لك معلم شو هاي حب. انت اللي بتحكي بهاي الدواوين هاي انت مش عاقل راشد، وانت بعمرك مفكر حالك انت بالغ راشد. بدك تدافع عن الامه، ما سيبوا البنت بحالها. يا سلام. اخوان بتسكر الموضوع من عندي، انتم بتدعوا انه هاي الانسانه مشهوره ومؤثره وراح تاثر على بناتنا وهيك، وبتهاجموا وبتسبوا وبتبعتوا لي والى اخره. اذا انت كثير سائل امسك تلفون بنتك، او انت امسك تلفون بنتك الاخت اللي هون وشوفي بنتك مين بتتابع. اذا في حدا ما بيشبهكم احكي لها تشيله. هدول لما الناس تابعوا هاي الانسانه ما تابعوها لانها بتقدم حكم ومواعظ وشيخه والى اخره، لا تابعوها البنت صوتها حلو، بتفتح تيك توك، بتغني، بتطلع لايف على التيك توك، بتعمل تحديات، بتصور اللايف ستايل تاعها، بتسافر، بتصور. الناس اللي تابعوها معجبين بهذا الاشي، ما تابعوها لانه هي مؤثره، هي بتصور حياتها والناس تابعوها عشان هذا الاشي. كلمه مؤثر انت اللي حكمت عليها. اذا انت سائل على الامه شوف ابنك وبنتك مين بتابع، اذا اشي مناسب خليهم يتابعوه. فالتغيير ببلش من دارك عزيزي المتابع، ومن دارك عزيزتي الاخت، مش من عند البنت اللي قررت تلبس وتشلح وتعمل وتسوي وتطلع وتنزل، مش من هناك. نفسه ابنك اللي قاعد بهاجم، وانت نفسك اللي قاعد بتهاجم البنت. في ناس على التيك توك بتضل تسب وتغلط وتطعم، خش على الكومنتس على التعليقات عندهم، والله زلمه حشم التعليقات. هيك احنا وصلنا لمرحله انه هذا الزلمه بنكس وبتخوت وبتهبل على الناس وبغلط وبعرفتها وما ابصر ايش. هذا الزلمه حشم. هذا بالنسبه لك زلمه حشم. البنت هاي مخله شو ما كانت تقول ليش هذا وشعر مع هذا وصابغه حب. الله يعينها، بس قول الله يعينها، والله الله يعينها على اللي بتمر فيه هسه من الام العربيه الجميله. فبرجع بقول انا الموضوع هذا ما إلي دخل فيه، بس انا برايي كل واحد يصلح ما في داخل بيته. لما الناس تابعوا هذا الشخص ما تابعوا لانه حكيم وبقدم حكم. مش عاجبك خش عند ابنك واشطبه.